السلام عليكم يا شباب، أهلا بيكم في بودكاست زوس. أنا يارا سليمان، تالتة اتصالات هندسة القاهرة، ومعانا هاجر تانية اتصالات. ازيك يا هاجر؟ ايه الأخبار؟ الحمد لله تمام. ازيك يا يارا وازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن مواضيع تهم اي طالب الحقيقه. خلونا نبدا بالموضوع الاول، وهو الاخطاء اللي احنا عملناها خلال سنين دراستنا بالاخص في الكليه، ومش عايزين اي حد منكم يكررها او يقع فيها. عايزاكم بس كده قبل ما نبدا توقفوا الفيديو وتفكروا مع نفسكم ايه الحاجات اللي ممكن تكون اثرت عليكم في دراستكم او على درجاتكم. حتى مش لازم انتوا بس، بل كمان ممكن تكونوا شفتم صحابكم بيعملوا الاخطاء دي. بعد ما فكرتم مع نفسكم كده، خلينا نتكلم عن أغلب الحاجات اللي حسينا إن يكون معظمنا واقع فيها. أول حاجة وهي مشكلة التسويف. أنا مثلا كنت دايما بأجل التاسكات والمذاكرة اللي ورايا لحد آخر لحظة. ده بس مش كان بيوترني، ده كمان كان بيأثر على درجاتي، وكان بيخلي الشغل اللي بيطلع ده مش أحسن حاجة، ويبقى ضغط ووقت على الفاضي للأسف. نصيحتي ليكم إن انتوا تبقوا عارفين كل حاجة وراكم، وعارفين الديدلاين امتى، وتقسموا وقتكم على هذا الأساس، عشان كل حاجة تاخد وقتها وتطلع بالشكل المطلوب. وانتي يا هاجر بتعرفي تنظمي وقتك ازاي؟ مشكلة عدم التنظيم حقيقي حاجة أنا حسيت بتأثيرها السلبي متأخر للأسف، ولكنها تفرق جدا في توفير الوقت، وهي إني أكون شخص منظم حتى في مذاكرتي. يعني مثلا أنا من الناس اللي كان ممكن أي كشوي يقابلني كده أروح كاتبة فيه نوتس أو حاجات مهمة عن المحاضرة وبعدين أنسى أنا كتبت ده فين. طبعا بقى أجي ليلة الامتحان أقعد أدور على الحاجات دي وملاقيهاش، وممكن أصلا من كتر ما أنا مش لاقياها أرجع للمحاضرة المتسجلة، ومش متسجلة أرجع لأصحابي وهكذا. فكان بياخد مني وقت كتير. بعد كده قعدت أخدت قرار مع نفسي إن هانظم كل مادة ويبقى ليها كشكولها مثلًا مخصص وبلون معين. فحقيقي ده فرق وفّر معايا وقت كتير جدًا، وكانت أي حاجة أقدر أوصل لها بسرعة. كمان ممكن وإحنا بنكتب نجرب نخلي الألوان بتعبر عن حاجات، زي مثلًا القلم الأحمر نخليه للملحوظات المهمة وهكذا. فحقيقي الموضوع ده بيوفّر وقت كتير. أيوة فعلا. كمان يا شباب، لما نبقى داخلين على فترة امتحانات، التنظيم هنا بيبقى مهم قوي. لازم نبقى عارفين ايه اللي ورانا، ونحاول نقسم الوقت اللي معانا عليه زي ما قلنا من شوية. ونحاول برضو ما نلجأش إن احنا نسيب حاجات كتير ليلة الامتحان. يعني أنظم أنا ورايا محاضرات قد ايه، ومحتاجة أحل كام حاجة، وأحسب ده هياخد مني وقت قد إيه، وهبدأ بقى أرتب هدي لكل مادة كام يوم مثلا. ده بينجز معاك جدا وبيخليك منظم في كل حاجة. ممكن تعمل ده عن طريق ابلكيشن مثلا لو انت مش بتعرف تحدد كل اللي وراك بنفسك. وانتم كمان شاركونا الطرق اللي بتعرفوا تنظموا بيها وقتكم في الكومنتس. من الحاجات اللي اكتشفتها متأخر برضو يا هاجر، إن كان عندي مشكلة إني مش بعرف أطلب المساعدة. ساعات كتير بنبقى محتاجين المساعدة سواء من دكاترة معيدين أو حتى زمايلنا، بس مش بنطلبها. ممكن بنتحرج أو نقول هعرفها احنا لوحدنا ونعمل عليها سيرش وخلاص. بس ساعات مش بنوصل لنتيجة، ونندم على الوقت اللي احنا ضيعناه. كان ممكن نوفره لو سألنا. لازم يا شباب نعرف إن طلب المساعدة عند الحاجة ده مش ضعف، ده ساعات كتير جدا بيساعدك إن انت تفهم، وبيختصر طريق طويل كنت انت هتمشيه لوحدك. وبما إن يارا ذكرت موضوع طلب المساعدة، فإحنا يمكن من الحاجات اللي بنلجأ لها في المساعدة سواء سؤال عن حاجة أو كده هي الجروبات بتاعة الدفعة. فهي على قد ما ليها دور في مساعدتنا ممكن يبقى ليها أثر سلبي، بالأخص ليلة الامتحان ممكن تأثر عليك لو أنت مثلا شخص بتتوتر زيي. على سبيل المثال كانت أول فترة ليا في الكلية ما كنتش بشوف الكلام اللي على الجروبات دي خالص، كان في امتحان معين كده معروف إن الدكتور بتاعه عمره ما بيجيبه سهل، ولكن أنا كنت داخلة وفي دماغي إنه هيجي امتحان كويس إن شاء الله، أو على الأقل حتى هقدر أحل طالما أنا مذاكرة كويس. وبالفعل لما دخلت وأنا جوايا الشعور ده حليت كويس. على عكس بقى لما بدأت أقرأ عن مشاكل الامتحان اللي جاي وإن الدكتور هيعمل كذا وكذا، ابتديت أدخل وأنا قلقانة ومتوترة وجوايا شعور إني مهما عملت مش هقدر أحل. ابتدى ده يأثر عليا في الامتحان جدا، بالرغم من إن فعلا ببقى مذاكرة كويس ومفيش حاجة مثلا أقدر ألوم فيها نفسي. فحقيقي من الحاجات اللي فرقت معايا إني بدأت أتجنب أقرأ الكلام زي ده في الجروبات، اللي هو ممكن بس أدخل أسأل على اللي أنا عايزاه. ونصيحة: حاول دايما تتجنب أي كلام سلبي عن الامتحان حتى لو من صحابك، لأنه حقيقي تأثيره مش كويس خالص، ودايما هيحطك في توتر وقلق. مشكلة تانية برضو هي البصمجة. بصراحة كده حاول تفتكر بصمجت كام مرة قبل ما تدخل الامتحان. بالرغم اننا للأسف ساعات بنبقى مضطرين ليها بسبب الوقت وبسبب الضغط اللي علينا من بروجكتات وتاسكات كتير، ولكنها حقيقي حاجة سيئة جدا. ممكن لو اتعودنا عليها نبتدي نكسل حتى نفهم الحاجات البسيطة. البصمجة بتأثر على عقلنا، فانت مهم دايما تحاول تتجنبها. تبقى حاطط مثلا في دماغك كل ما هتيجي تذاكر أي محاضرة إنك حرفيا مش هتسيب أي حاجة فيها إلا وهتفهمها، حتى لو هتاخد منك وقت شوية. بس صدقوني الموضوع بيفرق جدا. أقل شيء حتى نفسيا، لما بتحس من جواك إنك فاهم، طبعا ده هيساعدك جدا في الدراسة وهيفيدك بعدين لما تحتاج الكلام ده. فلازم نعود لنفسنا دايما إن إحنا نفهم. وكمان يا يارا، شات جي بي تي هو الصراحة من الحاجات اللي ممكن نستغلها بشكل كويس أو بشكل سيء جدا.
فيبدأ يأثر على عقلنا. يعني مثلا من أفضل القرارات اللي خدتها إني مش هستخدمه غير للضرورة، لأنه جت فترة كده من كتر التعود عليه ابتديت أحس خلاص إني لغيت مخي أو وقفته عن التفكير، وإني بقيت بحتاجه في أبسط الحاجات. وده طبعا مش صح، إحنا ممكن نستخدمه لتبسيط معلومة معينة مش واضحة لنا أو سؤال علمي محتارين فيه، ولكن دايما نفضل مراقبين نفسنا إننا ما نستخدموش في أي وقت، عشان ما يبدأش تدريجيا كده يأثر علينا من غير ما نحس. وحابة كمان أنبه على حاجة، إنه مش دايما بيدي معلومات صح، فخلينا متأكدين من المعلومات اللي إحنا بندور عليها ونشوف كذا مصدر عشان نتأكد من إنها صح. أيوه، هو المفروض أصلا شات جي بي تي ده حاجة بس بتساعدنا مش أكتر. حاجة مهمة هنتكلم عنها يا شباب وهي المقارنة. صراحة المقارنة بتعمل مشاكل كتير لأنها أصعب حاجة بتواجه الطلبة في حياتهم الدراسية عموما. يعني مثلا لما تكون أنت قاعد في محاضرة ومتضايق إنك مش فاهم، وتلاقي اللي حواليك تمام وفاهمين ومتجاوبين كمان مع الدكتور، ما تروحش على طول تلوم نفسك وتقول ده مش مكاني والكلام ده. فكر الأول إيه ممكن يكون السبب. ممكن مثلا يكون صحابك اللي أنت بتبص لهم محضرين قبل ما يجوا، أو عندهم فكرة عن الكلام ده من قبل كده بأي شكل من الأشكال، وهنا أنت خلاص عرفت الحل. حاول تحضر أو تبص على السلايدز قبل ما تروح المحاضرة. ولو اتكلمنا عن أهمية التحضير فعلا هنقعد لحد بكرة، من كتر ما التحضير ده مهم جدا وهيفيدك في فهم المحاضرة. وكمان لو عندك أسئلة هتبقى عرفت هي ايه خلاص، وتروح تسأل على طول، وبالتالي هتكون خلاص فهمت نسبة كبيرة جدا من المحاضرة، ويبقى فاضل لك جزء بسيط خالص مش هياخد منك وقت لما تروح. ده غير بقى ثقتك في نفسك اللي انت أخدتها خلال المحاضرة. والمقارنة ما بتبقاش هنا بس، ده في كمان مثال قريب مننا جدا. لما ينزل كشف درجات الدفعة كلها وتدخل عشان تشوف درجتك وما تبقاش عاجباك، وتبدأ تشوف درجات ناس تانية وتقارنها مع درجاتك، أو مثلا تلاقي ناس مقفلة، فتبتدي تحس بشعور هو أنا ليه ما جبتش زيهم. أول حاجة لازم تشيل من دماغك الكلام السلبي، واسأل نفسك بكل صراحة، هل أنا ذاكرت كفاية للمادة دي، ولا المفروض كنت أذاكر أكتر من كده؟ ولا مثلا كان عندي ظرف منعني وهنا خلاص الموضوع مش بإيدي، هقول الحمد لله وهعوض المرة الجاية. أيا كان ايه السبب لازم تعرفه عشان تعرف تحل المشكلة. وبرضه لازم تاخد بالك زي ما قلنا من شوية إنك تسيب حاجات بسيطة ليلة الامتحان تحسبا لا قدر الله لو حصل أي ظروف. وعلشان ننهي موضوع المقارنة ده يا شباب، خليكم دايما حاطين في دماغكم إن المقارنة عمرها ما هتخليكم تتقدموا أبدا، بل بالعكس هتخليكم ترجعوا لورا أكتر بسبب الضغط اللي هيبقى محطوط عليكم. هي كمان ممكن توصلكم لإنكم تكرهوا نفسكم. طب وليه؟ ما انت مثلا ممكن تحط جوه دماغك ان لو انا ليا زميلي شاطر في حاجة معينة وانا لا، فهو برضو اكيد انا كمان ليا حاجات مميزة فيها وهو طبيعي وهو عادي فيها، والا ما كانش يبقى اسمها مميزات. ودايما لما تقارن حاول تقارن نفسك زمان بنفسك دلوقتي، هل انت بتتقدم ولا لا، او هل في حاجة كويسة كنت بتعملها وبطلتها مثلا. وكمان مش شرط بس في الدراسة، لا في حياتك عامة، في علاقاتك بقى سواء مع الناس او ربنا وهكذا. ومهم يا شباب تعرفوا تستغلوا فترة الجامعة إنكم تكسبوا علاقات كتير. شبكة العلاقات دي بتوفر لكم فرص عمل وتدريبات. ابدأوا ابنوا شبكة علاقاتكم دي بدري، وحافظوا على العلاقات دي طول فترة الجامعة. وأنا هنا كان قصدي على الشغل، بس الصراحة الأهم من الشغل إنكم تلاقوا الناس اللي بترتاحوا معاهم، تذاكروا مع بعض وتحضروا المحاضرات سوا، لأن وجود أشخاص بتحبوها وتثقوا فيها حواليكم بيطمنكم كتير، بيساعدكم على مشوار الجامعة اللي ممكن يكون طويل من غيره. وحاجة كمان كتير جدا مش بناخد بالنا منها يا يارا، وهي عدم الاهتمام بالصحة. يعني أنا مثلا ساعات كتير ما كنتش بهتم بصحتي سواء الجسدية أو النفسية، وما كنتش بهتم بأكلي ونومي. ده بيبقى من غير قصد، بس برضه مهم جدا تاخدوا وقت لنفسكم وتوازنوا بين الشغل والراحة. اعملوا الحاجات اللي بتحبوها وحافظوا على نمط حياة صحي، وخدوا فترات راحة خلال المذاكرة عشان تتجنبوا الإرهاق ده. وافتكروا دايما إن صحتكم هي أهم حاجة عندكم، وبالذات النفسية، لأنه مازال الآن ناس بتبقى مش مقتنعة بتأثيرها، ولكنها في الحقيقة عامل مهم جدا. وبالمناسبة دي أنصحكم إن انتوا تسمعوا بودكاست اللي كانت عاملاها دوس قبل كده عن الصحة النفسية، لأن هي حقيقة هتفيدكم جدا. واحنا كنا عملنا فورم نسأل فيها ناس من سنين دراسية مختلفة عن المشاكل اللي واجهتهم والأخطاء اللي هم عملوها وحاولوا يصلحوها ازاي. كان فيهم مثلا اللي بيتكلم عن إننا مختلفين فبالتالي طريقتنا مختلفة فلازم نركز مع نفسنا، وده موضوع المقارنة اللي احنا اتكلمنا عنه يا شباب. فحاولوا دايما نبقى واثقين في نفسنا. وكان فيهم اللي بيقول إنه لما دخل الكلية ما كانش فاهم أي حاجة في، وما حاولش حتى إنه يسأل حد، ولما كان بيلاقي حاجة صعبة كان بيفوتها وخلاص. حاول دايما تعمل مجهود في الحاجات الصعبة عليك، لأن هو ده اللي هيوسع إدراكك. ولما تقف في الآخر ابقى اسأل، لأن زي ما اتكلمنا يا شباب السؤال مش عيب، ده مستقبلك، بس المهم إنك تحاول الأول. وكان في حد برضه بيتكلم قد ايه احنا مش بنحس بالنعم اللي حوالينا وبنبص للسيء بس ونسيبه يؤثر على حياتنا. فنحاول دايما نبقى في الوسط، لا نبقى سخطين على كل حاجة ولا نتغر في نفسنا لما نجيب درجة حلوة مثلا ونبطل نذاكر. لازم نسعى ونجتهد لأننا بناخد ثواب على سعينا ده، إنما النتيجة دي بتاعت ربنا وهتيجي في وقتها المناسب.
حد تاني برضو كان حاطط كل تركيزه إن هو يرتب على الدفعة وبذل مجهود كبير، وطبعا ده في المعقول بيبقى صح مش غلط، ما قلناش حاجة. بس للأسف ده أثر على حياته الاجتماعية ونفسيته ما بقتش كويسة ومعرفش يوصل لهدفه في الآخر. مش بنحاول نقلقكم يا شباب، بس مهم تاخدوا الدنيا ببساطة، تشيلوا فكرة التوتر من دماغكم على قد ما تقدروا، كمان ما تضغطوش نفسكم. حاولوا تعيشوا التجربة بصدر رحب وعيشوها مع اللي حواليكم، وافتكروا احنا هنا ليه ومهمتنا ايه. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن موضوع تاني، ويمكن هو من أهم الحاجات اللي ساعات بنغفل عنها أو مش بناخد بالنا منها للأسف، وهي أخلاقياتنا. خلينا نبدأ نتكلم عن أول حاجة وهي النزاهة. طب هو الأول يعني ايه نزاهة أصلا؟ حاول توقف الفيديو 5 ثواني وتفكر يعني ايه نزاهة وامتى انت بتحتاجها. نزاهة يعني مثلا لما يكون في assignment الدكتور مكلف بيه الدفعة واحنا ننقله من حد تاني ونبقى شايفين ان ده عادي. هو الحقيقة ده مش عادي، ده يعتبر غش وعدم نزاهة. انت ممكن تاخد الدرجة كاملة، ده في حالة ان الدكتور ما اخدش باله طبعا، ولكنها مش تبقى بمجهودك وهتتعود على كده، وده هيضرك جدا بعدين. ده غير طبعا انه حرام. فمصطلح النزاهة باختصار ان يبقى عندك الصدق في الشيء اللي انت بتقدمه، وده لازم يكون في بالنا على طول. طبعا كلام يارا كويس جدا، وحابة كمان أتكلم عن الأمانة. وخلونا نبدأ في الأول كده بالأمانة مع الدكاترة أو المعيدين. يمكن كتير مننا شاف مثلا دكتور دخل وقال إنه ممنوع إن احنا نسجل محاضرته أو نصورها، فساعتها بنحس كده جوانا إن الدكتور ده متشدد أو مش من حقه، فيبدأ حد مثلا يسجله وهو طبعا مش هياخد باله. ولكن في الأول وفي الآخر ده شرحه وهو حر فيه، بيحدد مين هيسمعه ومين ما يسمعوش. فدي كده في الآخر تعتبر خيانة للأمانة. ف أنا اتلخبطت، آسفة. ممكن نعيد الحتة دي تاني عشان طبعا كلام يارا كويس جدا، وحابة كمان أتكلم عن الأمانة. وخلونا نبدأ في الأول كده بالأمانة مع الدكاترة أو المعيدين. يمكن كتير مننا شاف مثلا دكتور دخل وقال إنه ممنوع إن احنا نسجل محاضرة أو نصورها، فيمكن ساعتها بنحس جوانا إن الدكتور ده متشدد أو مش من حقه، فيبدأ حد مثلا يسجل أو كده. وطبعا ده يعتبر خيانة للأمانة، وإن في الأول وفي الآخر ده شرحه وهو من حقه يحدد مين يسمعه، فلازم نحترم رغبته دي. أو مثلا ساعات يبقى في غياب على المحاضرة، فأنت تفتكر إن هي حركة جدعانة منك كده إنك تحضر صاحبك اللي مش موجود، ولكنها في الحقيقة برضه تعتبر خيانة للأمانة. انت كده بتظلم نفسك وبتظلم كل اللي حضر. ساعات للأسف الحاجات دي بنغفل عنها وبنعتبر إن هي عادي، عشان كده بنحاول ننبهكم من الغلطات دي عشان متقعوش فيها. والأمانة كمان يا هاجر مع زمايلنا برضه. يعني مثلا لو حد وراني فايل بروجكت بتاعه كان عايز ياخد رأيي في حاجة أو يسألني على حاجة، أو حتى أنا شفته بالصدفة وأنا أروح أنقل الكلام ده في الفايل بتاعي، ده طبعا عدم أمانة. أو مثال تاني لما نبقى في بروجكت وحد ما اشتغلش وياخد شغل حد تاني ينسبه لنفسه. أو مثلا لما أنت تبقى ليدر في تيم لازم يبقى عندك أمانة في توزيع التاسكات على الكل. مش معنى إن في حد بيعرف يشتغل أكتر من الباقي فأنا أديله كمية كبيرة من الشغل والباقي لأ. وبرضه دايما يبقى عندك أمانة مع التيم، بمعنى مش معنى إنك الليدر أو إن أنت تاخد القرارات يبقى أنت تاخد القرارات دي لوحدك، لازم تتناقشوا عشان يبقى فيه شفافية بينكم. بما إننا برضه جبنا سيرة البروجكتات فمهم نتكلم عن التيم وورك. لازم لما أدخل تيم أيا كان هو إيه يبقى عندي النية إني هعمل التاسكات بتاعتي بالشكل المظبوط وعلى أكمل وجه، وإني هساعد زمايلي في التيم على قد ما هقدر، ونحترم آراء بعض. ده بيخلينا تيم متفاهم وبيسهل علينا كتير. يمكن الحاجة اللي هتكلم عنها دي معظمنا ساعات بيقع فيها، وهي عدم الاعتراف بالخطأ، أو زي ما بيقولوا تعلق شماعة أخطائك على حاجات وهمية. فحقيقي الموضوع ده تأثيره سلبي عليك أولا وعلى اللي حواليك. على سبيل المثال مثلا تخيل كده انت دخلت امتحان وانت مش مذاكر كويس، فبالتالي ما حلتش احسن حاجة. خرجت بقى بدل ما تبدأ تحسن من نفسك وتذاكر أفضل المرة اللي جاية، لأ، انت قعدت تصيح من صعوبة الامتحان، فبالتالي مش هتصلح من نفسك وهتفضل في نفس الدوامة دي وتدخل وما تحلش كويس وهكذا. طب وليه؟ ما انت مثلا ممكن تقعد مع نفسك وتشوف أخطائك واعترف بيها وصلحها. ده مش عيب، بل بالعكس ده هيخليك دايما في تقدم. طب وازاي برضو ممكن حاجة زي كده تأثر على اللي حوالينا؟ مثلا أنا مرة كنت متضايقة من صاحبتي ورحت واجهتها بده وإن هي غلط في كذا وكذا، وحقيقي هي ساعتها تفهمت ده جدا وبدأت تتناقش معايا وتعترف إن هي فعلا غلطت في كذا حاجة. أنا من نفسي لما لقيت ده تلقائي خلاص ما بقتش متضايقة منها. لكن على العكس لو هي كانت مثلا رفضت تعترف بيها تماما أو قالت مبررات غير مفهومة، أكيد ده كان ممكن يعمل خناق. فياريت نحاول دايما نبقى صادقين مع نفسنا ونعترف بأخطائنا. وآخر حاجة حابة أتكلم عنها النهاردة وهي الحفاظ على الأسرار. ده جانب مهم كتير مننا مش بياخد باله منه، بس إنك تحافظ على خصوصية الناس ومعلوماتهم. مثلا يعني حاجة صاحبك قالها لك ما ينفعش تروح تقولها لحد تاني حتى لو انت شايفها تافهة. حفاظك على خصوصية الناس هيخلي بينك وبينهم ثقة متبادلة وهيساعدك تبني علاقات. طبعا احنا اتكلمنا من شوية على أهمية العلاقات دي. وأخيرا لازم تعتبر إن الحفاظ على السرية هو جزء من مسؤوليتك الأخلاقية.
من ضمن الردود اللي أخدناها في الفورم واللي قلنا لكم عليها من شوية، بنت كانت بتقول إنها فاكرة الناس بتتعامل زي ما هي بتعاملهم، والحقيقة إن الدنيا مش كده. زي ما قلنا من شوية إحنا مختلفين، ممكن الاختلاف ده يكبر شوية، ودي حاجة مش بتبقى بإيدينا للأسف. مش معنى إننا التزمنا بأخلاقياتنا إن كل اللي حوالينا هيبقوا كده، الناس كلها مش زي بعض. فأنت عليك تلتزم بأخلاقياتك وأنت بتتعامل مع الكل، بس في نفس الوقت تحرص وتاخد حذرك في البداية لحد ما تعرف الشخصيات اللي حواليك وتبدأ تتعامل معاهم على هذا الأساس. وأخيرا يا شباب، الجامعة دي مش مجرد مكان بنتعلم فيه، دي محطة أساسية في حياتنا وكمان في تحديد شخصيات. استغلوا الفترة دي إن انتوا تتعلموا دروس وتتعلموا نظام ينفعكم بعدين في حياتكم وتمشوا عليه، وخلوها تجربة جامعية إيجابية تحكوا عنها للناس بعدكم. واسعوا دايما لتطوير نفسكم وتحقيق أهدافكم. وحابة كمان أضيف نصيحة يا يارا، حاولوا دايما تقعدوا تراجعوا نفسكم قبل كل ترم كده ايه الأخطاء اللي عملتوها سواء في الدراسة أو مع أصحابكم، وتحاولوا تصلحوها أول بأول. صدقوني الموضوع ده هيفرق جدا. كمان ما تنسوش تكونوا ذكريات جميلة تفتكروها طول حياتكم. بالتوفيق يا شباب، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وأحب أشكركم وأشكر يارا. بشكرك يا هاجر، مبسوطة إني كنت معاكم. أخيرا كده حابين نختم بفيديو لطيف لكن كلامه مهم فعلا وهيفرق معانا. لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعة. بص يا ابني، اللي حصل حصل وما تقدرش تغيره. صح غلط. لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. الماضي ممكن يوجع، لكن من وجهة نظري يا تهرب منه أو تتعلم منه. لما الحياة تكشر لك عارف تعمل ايه؟ لا مش عايز اعرف. عموت مختار عموت مختار 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 عموت مختار 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 عم 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 دوري عم ما عم تغنيش.